هقولك على حاجة لو فهمتها مستواك هيتغير تماما. في التمرين أكيد مش هتلاقي المدرب وراك في كل لحظة، ومش في كل طلقة هتلاقي حد بيصحح لك، وأكيد في كل يوم مش هيبقى فيه تصحيح، تقييم، أو حتى ملاحظة. بس السؤال هنا، هو أنت بتعرف فعلا تمرن نفسك؟ بتعرف تحاسب نفسك؟ بتعرف تمسك الغلطة وتصلحها بنفسك؟ المدرب الحقيقي هو اللي جواك، هو عقلك ووعيك ونظرتك لنفسك، هو صوتك الداخلي اللي بيقولك ركز، دي مش طلقة وخلاص، دي خطوة في طريق النجاح. في رامي بيضرب عشان يخلص، ورامي بيضرب عشان يتطور. الفرق ما بينهم ده العقل هو اللي بيوقفك بعد كل طلقة، بيقولك ويسألك ليه ونصلح ازاي. مفيش مدرب في الدنيا بيكون ورا اللاعب 24 ساعة، بس عقلك معاك طول الوقت. لو علمته يشتغل كويس هيبقى أفضل مدرب قابلته في حياتك كلها. اعرف، ولازم تعرف امتى تمدح نفسك وامتى تشد عليها. اعرف امتى تقول انا تمام وامتى تقول لا لسه بدري. خلي بالك التمرين مش مجرد عضلات وحركات، التمرين الحقيقي بيبدأ من تفكيرك، بيبدأ من دماغك، من نظرتك لنفسك وصدقك مع نفسك. فكر كده، لو مدربك النهاردة مش موجود هتقدر تكمل وتطور نفسك؟ لو يبقى انت كده ماشي صح. لو فعلا عايز تتطور بجد مش مجرد كلام، مرن عقلك زي ما بتمرن جسمك. خلي بالك كل يوم العقل لو اشتغل صح المستوى هيتغير. شاركني في الكومنتات وما تكسلش، ايه اكتر عادة ذهنية بتساعدك في التدريب؟ وايه اكتر حاجة بتحب تعملها؟ المراجعة ولا التقييم ولا التسجيل ولا حاجة تانية؟ لو حسيت في يوم ان الفيديو ده لمسك وفرق معاك ابعته لحد انت بتحترمه مش بس لعبه. وافتكر دايما، ودي نصيحة، انت مدرب نفسك. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. احمد شعبان.